السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هاجر آدم. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة سهلة وبسيطة كيف ما عودتكم. غنحضر لكم غريبة البهلة كتجي يعني مطرطقة بهذا الشكل هذا، ناجحة من أول تجربة، ما كتحتاج شي مقادير اللي هي يعني كتيرة، سهلة وبسيطة، ما كتعذبك لا في الطياب ديالها لا في التخلاط ديالها، راها سهلة وكتجي ناجحه واخا تكوني عمرك ما صوتي غريبه البهله. بقاو معايا باش تشوفوا المراحل باش حضرت هاد الغريبه هذه والمقادير، وان شاء الله يعجبوكم. اللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش يشترك فيها باش يوصلوا دائما الجديد بوصفاتي. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم، من اللايكات ديالكم اللي كيشجعوني على انني نستمر ونعطي وصفات اكثر. خليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير كنحتاج زلافه ديال السكر كلاصي، زلافه ديال الطحين محمر، يعني محمر غير بداك الشكل هذاك، يعني بديك الطريقه، هو اللي كيساعد على اللون الغريبه. عندي كاس د اللوز مطحون ومهرمش، كاس ديال الزنجلان مطحون كذلك ومهرمش، وعندي هنا واحد الرشه ديال الزنجلان صاين باش كيجي باين. عندي رابعه ديال الزبده، 250 غرام الزبده خرجتها من الثلاجه من قبل. عندي قياس معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، وثلاثه ديال لي ساشيت خميره الحلويات. عندي نص سيطرو ديال الزيت، وعندي هنا القياس ديال كيلو ديال الطحين. والدقيق راه كيبقى دائما على حسب الخليط. كناخذ رشه ملح، وعندي رابعه ديال الزبده كتكون بدرجه حراره المطبخ باش كيسهل عليا انني نطلقها. عندي زلافه ديال السكر كلاصي او السكر ثقيل، كنخلط الزبده مع السكر كلاصي غير واحد شويه على ما ينسجموا، ومن بعد كنضيف الزيت وكنخلط هاد المقادير بثلاثه هكذا. كندير يعني السوائل في الاول، عاد كنزيد النواشف في الاخر. هاد الطريقه كتجي اسهل من اننا نديروا الطحين وفي الاول عاد نبداو نزيدوا له الزيت. المهم كنزيد كاس ديال اللوز محمر ومطحون، والزنجلان محمر ومطحون، وهنا الزنجلان صاين باش يجي باين في البهله. وهنا معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، راها هي اللي كتجيبها مطرطقه بلا ما تحتاجي يعني تبقاي تحزري فيها، وهذا كتضمني النجاح ديالها بهاد المعلقه صغيره ديال الخميره. من بعد كنخلط على ما يتسلق داك اللوز والزنجلان. اللوز راه كيجيبها لذيذه صراحه، وما كتبقاوش تاكلوا غير الطحين وصافي في البهله، كتجي منسمه ولذيذه. من بعد كنضيف ديك الزلافه ديال الطحين اللي حمرت، كنغربلها بطبيعه الحال لان كيكونوا فيها الحبيبات، وكنضيف الخمارات، 3 الخمارات. يعني ضروري ما غتجي مطرطقه هاد الغريبه هادي وناجحه بهاد الخمارات اللي كنديرو بالخميره، يعني ما غاديش نبقاو نخمو واش غطرطق ولا لا، راها كتجي مشقه يعني مزيان. كنخلطهم داك الطحين، شوفوا اللون ديالو راه تبدل، كيولي اللون ديالو بحال كراميليزي بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنجمع العجين ديالي، يعني كنجمعها مزيان، نحاول كاع ندلكها شويه، يعني ما نخافش منها، ماشي بحال الصاب اللي ما خصوش يتدلك. يعني هذه حنا كنجمعوه، حنا كندلكوه في نفس الوقت حتى كنخلطوها مزيان وتطلق الزيت ديالها مزيان هذيك البهله. ومن بعد ما كنجمعوها ما كتكونش يعني مجموعه مزيان، كتكون كتفرتت كي تنقولوا، يعني كتبقاي شحال كتجمعيها في يدك عاد باش كتكور بهذا الشكل هذا. صافي دابا كتصبح راها العجينه واجده. الا بغينا نخليوها ترتاح وكان عندنا الوقت نخليوها ترتاح، ما كانش عندنا الوقت راه ديك الخميره اللي درنا فيها وداك الخماره كافيه نطيبوها يعني في الحين. دابا كندوز باش يعني نكورها. ديروا دوك الكويرات يكونوا كبارين شويه باش كتشقق مزيان، اما لا كانوا الكويرات صغارين ما كتلقاش فين تشقق وما كتجيش مشقه الغريبه. يعني كبروا الكويرات باش كتجي مطرطقه ومشقه مزيان. شوفوا معايا هنا راه كنبقى شحال كنكور الحبه بين يديا عاد باش كتجمع هكذا، باش غادي تشقق لي البهله وما غتجيش كتفرتت. يعني انا كنهزها من بلاصتها وهي كتفرتت، يعني كتجي شاده في راسها. كناخذ شويه د العجينه وكنبقى نكور بيديا ونضغط مزيان حتى كتجمع لي العجين بهذا الشكل هذا.
الطريقه ديال الطهي ديالها، الفران كيكون سخون من قبل، كندير لها العافيه كتكون من وجهها حتى كتشقق الغريبه البهله، وعاد باش كندير لها النار من التحت وكنخليها تكمل الطياب ديالها. من بعد ما نعاودش ندير لها النار من الفوق صافي. كيف ما قلت لكم الطريقه ديال الطياب راها مهمه جدا باش كتشقق لينا الغريبه، والنار كتكون يعني ماشي مهيله بزاف بحال اللي كنطيبوا لي كاطو، تكون يعني متوسطه حتى المهيل، من مهيله حتى المتوسطه، ما تكونش مهيله بزاف. هذا هو الطريقه ديال الطياب ديالها. قلت لكم في الاول كتدخلوها الفران، كتكون العافيه من الوجه ديالها، كتشقق الغريبه، ومن بعد كندير لها النار من التحت وكنخليها حتى كطيب على خاطرها وكنخرجها. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. شوفوا معايا هذا التبصيل هذا راه جا مشقق رائع بزاف بزاف. يعني ناجحه معكم من اول تجربه، واخا تكون عمرك ما حضرتي غريبه البهله، ولذيذه بزاف بزاف. الاهم انها لذتها لا تقاوم، لذيذه بزاف. راكم غتجربوها ان شاء الله وغادي تخليو لي الاراء ديالكم. شوفوا معايا كي جات مشقه مطرطقه، بلا ما تحتاجوا ديك الصينيه ديال البهله ضروريه، غير هذا التبصيل العادي كيخرج لكم البهله ناجحه 100%. شوفوا معايا كي جات محمره مشقه، واحد الرائحه فيها رائعه جدا جدا. يعني من اليوم ما تبقاوش تخافوا من الغريبه البهله، وماشي ضروري يكون عندكم التبصيل ديالها باش عاد تشقق لكم. ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم كيف ما نجحت معايا حتى انا. شوفوا معايا راها رائعه. هنا الاضاءه شويه مجهده، داكشي باش كتبينها شويه مفتوحه، اما هي اللون ديالها مذهب محمر غزال بزاف بزاف. فيها واحد الرائحه رائعه بزاف 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 الصراحه الله. المهم بلا ما نشكرها راها شاكره راسها هاد الغريبه البهله. والمقادير اللي هما بسيطه جدا في المتناول، وما فيها شي تعقيدات نهائيا، لا في التحضير ديالها ولا في الطياب ديالها، سهله بزاف بزاف. ما تنسونيش من التعليقات ديالكم، من اقتراحاتكم. ان شاء الله نكون انا عند حسن الظن ديالكم. اللي وصل لهذه المرحله ما ينساش يدير لي لايك للفيديو باش يشجعني اكثر واكثر على انني نعطي وصفات اكثر. بارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء هكذا باش كتشجعوني وكتدعموني، وانا ملي كنشوف فيديوهات يعني كتشاف كاين تفاعل، راني يعني كندير مجهودي باش انني نجيب لكم فيديوهات اكثر واكثر، لان هادشي كيكون صراحه متعب، ولكن حتى شي حاجه ما تغلى عليكم. نخليكم دابا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. الى اللقاء.